منذ صباح الباكر في مقديشو يتقاسم هؤلاء العمال في مزرعة صومال لتربية الدجاج أدوارهم لبدء يوم جديد. أول المهام إطعام الدجاج وتوفير الماء له، بينما يعكف الأطباء البيطريون على إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من صحة وسلامة الدجاج. تستوعب المزرعة 25 ألفا من الدجاج ويعمل فيها نحو 100 شخص. هدفنا الاستغناء عن استيراد لحوم الدجاج والبيض، وحققنا بعض النجاحات، لكن الاعتماد على الاستيراد لا يزال قائما. من أهم العقبات التي تواجهنا قلة الكوادر الطبية المتخصصة والظروف الأمنية. تنتج المزرعة بطاقتها الحالية 20 ألف بيضة يوميا، تلبي نحو 80% من الطلب المحلي، غير أن إنتاج اللحوم ما زال ضعيفا، إذ تعتمد السوق على الاستيراد بما يصل إلى 80% أيضا. ومع انتشار المطاعم الصغيرة وتغير نظرة الصوماليين إلى لحوم الدجاج، أصبح الإقبال عليها كبيرا، فقد وجد الدجاج طريقه إلى موائدهم إلى جانب لحوم المواشي التي تشتهر لديهم. ومع تزايد هذا الإقبال، يرى أصحاب المطاعم أن تجارة الدجاج أصبحت رائجة، سواء بإنتاجه أو بيعه في المطاعم. مع تحسن الوضع الأمني دخلت أفكار تجارية جديدة، وتطور فهم الناس للحياة، وازداد إقبالهم على الوجبات السريعة وتناول الدجاج الذي يشهد في هذه الفترة رواجا كبيرا. المشكلة هي أن شركاتنا المحلية ليست مؤهلة لسد احتياجات السوق بالكامل. هذه المزارع هي الخطوة الأولى نحو الاستغناء الإنتاجي في الصومال، لكنها تعاني من مشاكل لوجستية وخبراتية، هذا فضلا عن تأثيرات العولمة التي دائما ما تضعف الإنتاج المحلي. جامع نور، الجزيرة، مقديشو.